في مجرمين بيقتلوا لمجرد السرقة، وفي مجرمين بيقتلوا لمجرد المتعة، لكن روبرت برديلا كان بيقتل لحاجة تانية خالص. راجل شكله عادي، عنده محل تحف وبيحب الحيوانات، لكن جواه كان في وحش بيستمتع بتعذيب ضحاياه لأيام لحد ما يخلص عليهم. النهاردة هنحكي قصة جزار كانساس سيتي اللي حول البيت بتاعه لسجن وضحاياه لأدوات تعذيب. أنا محمد موافي وأنت بتتفرج على كريمنال بالعربي. في ليلة هادية في حي تاريخي في حي راقي جدا اسمه هايد بارك في مدينة كانساس سيتي 1988 حصل موقف جنوني ما يتنسيش. راجل لابس طوق كلاب حوالين رقبته نط من الدور الثاني من شقة روبرت برديلا وطلع يجري في الشارع من غير هدومه. الراجل ده كان محبوس جوه البيت نط من الدور الثاني وقع على الأرض وجري بأقصى سرعة على ست شغالة في محل وفضل يصرخ ويستنجد بيها: اتصلي بالشرطة، اتصلي بالشرطة. الست ما فكرتش مرتين، شالت السماعة واتصلت بالشرطة مباشرة. مجرد ما الشرطة وصلت أخدت إذن بتفتيش البيت، ومن هنا كانت البداية لسلسلة من الرعب لبيت من بره شكله عادي جدا لكن من جوه جحيم حقيقي. أول لما طلعوا فوق فتحوا الدولاب لقوا جمجمة بشرية وفقرات مقطعة كل فقرة منهم عليها رقم. ولما فتشوا الجنينة ورا البيت لقوا راس بني آدم مدفونة تحت الأرض، نصها متحلل ومش باين ليها أي معالم. البيت كان ملك روبرت برديلا واللي بعد شوية اتسمى بلقب مرعب اللي هو جزار كانساس سيتي. لما نزلوا الأبو بتاع البيت لقوا براميل كبيرة مليانة دم، وفي كتير متعلقات شخصية تخص 2 من اللي متبلغ عنهم إن هم مفقودين، ومجموعة من الصور البلورايد لرجال عريانين وبيتعذبوا وبيتعرضوا لاعتداءات جنسية. مش بس كده، لقوا دفتر ملاحظات مكتوب فيه كل تفصيلة عن اختطاف وتعذيب وقتل 6 أشخاص من نفس المنطقة دي. البيت اللي موجود في شارع شارلوت كان هو بيت روبرت برديلا جزار كانساس سيتي، واحد من أكتر القتلة المتسلسلين جنوناً في التاريخ. روبرت أندرو برديلا جونيور اتولد في 31 يناير 1949 في مدينة كايهوغا فولز في أوهايو. اتربى في عيلة رومانية كاثوليكية والعيلة كانت متدينة، وده كان في أوائل الخمسينيات. من وهو صغير روبرت كان دايماً وحيد ومعاه مشاكل صحية كتيرة من ضمنها ضعف النظر وارتفاع ضغط الدم وعنده مشاكل في النطق، وده خلاه هدف سهل جداً للمتحرشين في الحي اللي كان عايش فيه. أبوه كان من ضمن الناس اللي بتأذيه سواء بالضرب أو بالكلام علشان جسمه كان ضعيف وما كانش لائق زي باقي الرجالة. ولكن مع بداية نص عمره وبلوغه سن المراهقة برديلا ابتدى يكسب ثقة في نفسه، اكتشف إن هو مثل الجنس وفضل مخبي الموضوع ده كويس، ولكن سلوكه كان وحشي فابتدى يطلع عليه سمعة وشائعات كتيرة. برديلا كان سلوكه وقح ومتغطرس خاصة مع الستات، وده فضل معاه طول عمره. سنة 1967 روبرت برديلا اتخرج من المدرسة الثانوية وبدأ يدرس في معهد كانساس سيتي للفنون. في الجامعة ابتدى يعبر عن ميوله الجنسية لأول مرة وكان صريح عن شخصيته، مع إنه هو كان موهوب في الفن ولكنه دخل بسرعة في دوامة المخدرات وبدأ يتاجر فيها بشكل صغير. في الفترة دي ابتدى يعذب الحيوانات ويقتلهم كمان. بعد ما إدارة المعهد شافته إنه هو بيعمل مشروع فني ولكنه كان غريب جدا، وهو إنه هو عذب وقطع وطبخ بطة، اتعاملوا معاه بقسوة شديدة جدا وطردوه من المعهد. وبعدها ساب الكلية وانتقل إن هو يعيش في هايد بارك في كانساس سيتي في ولاية ميزوري. برديلا استغل العلاقات الكتيرة اللي هو كونها وهو صغير عن طريق المراسلات والرسائل مع ناس كتيرة، وبسبب معرفته بالفن فتح محل وسماه بازار بوب الغريب. كان بيبيع في المحل ده تحف ومجوهرات وفنون من جميع أنحاء العالم. روبرت كان بيقضي معظم الوقت بتاعه مع تجار المخدرات ومروجي الدعارة والمجرمين والمشردين اللي هو كان بيقول إن هو بيساعدهم وبيرشدهم، ولكن في الحقيقة روبرت كان بيستغلهم جنسياً وبيتاجر بعلاقات مع شباب من النوع ده. برديلا استخدم فلوسه ونفوذه علشان يسيطر على الشباب دول ويخلق توازن للقوة يكون في صالحه، خصوصاً إن كتير منهم كان متعرض للاعتداءات الجنسية قبل كده أو كان بيشتغل في الدعارة. وفي سنة 1984 الجزار بتاع كانساس سيتي قتل أول ضحية ليه، وده كان الشاب جيري هاول. جيري كان عنده 19 سنة وكان ابن واحد من معارف برديلا، كان صاحبه من مجال بيع التحف والفن كان اسمه بول هاول. في يوم 5 يوليو من نفس السنة برديلا عرض على جيري إن هو يوصله لمسابقة رقص في مدينة قريبة منه. في الطريق روبرت قدم لجيري مشروبات كحولية
وبعد كده خدره بمواد كيميائية اسمها فاليوم وأسبرومازين، وبعد كده ربطه في السرير لمدة 28 ساعة متواصلة. في خلال الوقت دون روبرت كان دايما يرمي عليه مخدرات باستمرار، يعذبه ويغتصبه، وبيستخدم معاه حاجات غريبة ومروعة. رغم صراخ جيري إن هو يبطل ويوقف التعذيب، روبرت ما كانش بيهتم واستمر في تعذيبه. وفي النهاية جيري مات بسبب الكمامة اللي كانت موجودة على بقه والقيء اللي كان بيخرج بره بقه بسبب المخدرات. جيري لما مات روبرت ابتدى إن هو يقطع جسمه بالحتة وساب الجثة مقلوبة طول الليل، بالإضافة إن هو قطع الشرايين الرئيسية في الجثة عشان ينزف الدم اللي موجودة في الداخل. وبعد كده فك الجسم جيري بمنشار للعظام وحط كل القطع في أكياس زبالة مختلفة مع نفايات تانية، وفي الآخر سابها على الرصيف علشان عمال النظافة ياخدوها. خلال العملية دي برديلا كان دايما يكتب كل تفصيلة في أثناء التعذيب بتاعته في الدفتر بالتفصيل. إزاي إن هو اغتصب وعذب جيري كل ده موجود في الدفتر بكل تفصيلة. وده كان نفس الأسلوب اللي كان بيتبعه مع كل ضحايا. الضحية اللي بعد كده كان واحد من المشردين اللي كان روبرت بيربيهم وبيعطف عليهم، ولكن كان بيستغله لسنين طويلة، اسمه روبرت شيلدن. الشاب ده كان عنده 23 سنة، جاله على باب بيته وبيطلب منه إن هو يسمح له إن هو يبيت معاه. برديلا ما كانش مهتم بيه جنسياً وما اغتصبوش، ولكنه أيده وبدأ إن هو يعذبه. مع شيلدن برديلا ابتدى إن هو يجرب مواد كيميائية في التعذيب علشان ضحاياه يكونوا ضعاف ويكونوا عاجزين عن المقاومة. برديلا ربط معاصم شيلدن بأسلاك البيانو علشان يعمل له تلف دائم في الأعصاب وما يقدرش يهرب، وحط منظف صرف صحي في عينيه، وكمان ملا ودنه بمواد كيميائية، بالإضافة إن هو غرز إبر تحت ضوافره. ولما كان العمال مفترض إن هم يوصلوا لبيت برديلا قرر إن هو يخنق شيلدن ويخلص منه ويبدأ يشرح جثته قبل ما يتخلص منها. في يونيو اللي بعده روبرت برديلا ارتكب جريمة قتل بشعة ضد واحد من المعارف المشردين بتوعه اسمه مارك وولاس. كان بيحاول ينام في مخزن موجود عند برديلا، لكن برديلا خدره وعمل له صدمة كهربائية بفولت عالي جدا وغرز إبر الحقن جوه ظهره. مارك وولاس مات بعد كام يوم من التعذيب الوحش دون، وبرضه اتقطع جسمه وتخلص منه بنفس الطريقة الوحشية. بعدها بشهر واحد تاني من معارفه اسمه والتر جيمس اتصل بيه وسأله لو ممكن يقعد في بيته، ولما وصل برديلا ربطه في السرير وعذبه بصدمات كهربائية في أعضائه التناسلية. الصدمات كانت بقوة 7700 فولت لمدة يومين متكاملين، والراجل مات بسبب التعذيب ده. في السنة اللي بعدها روبرت برديلا قابل واحد اسمه تود ستوبس كان بيشتغل في الدعارة، ومرة كان ساكن معاه قبل كده. كان شافه في حديقة قريبة ورجعه بيته علشان يتغدى معاه. في البيت برديلا احتجزه وخدره وخلاه في البيت معاه لأسابيع طويلة جدا. روبرت كان بيحاول يحول تود لعبد جنسي مطيع، وكان بيخليه يخضع لرغباته بصدمات كهربائية جوه عينيه، وحقن منظف مجاري جوه حلقه علشان يخليه أبكم وما يقدرش يصرخ، ولكن المحاولة ما نجحتش. وفي نفس الوقت روبرت كان بيغتصبه ويعتدي عليه جنسيا بشكل مباشر. في الآخر تود ستوبس مات بسبب فقدانه كمية كبيرة جدا من الدم بعد ما التجويف الشرجي بتاعه تمزق على يد برديلا. في سنة 1987 روبرت برديلا ما توقفش عن محاولاته إن هو يتقرب من شاب صغير في السن اسمه لاري وين. كان عنده 20 سنة، كان واحد من المعارف اللي قابلهم وهم شغالين في المحل بتاعه. الجزار بتاع كانساس سيتي اللي هو روبرت برديلا قرر إن هو يقتل لاري، وده بعد ما لاري كان بيمزح وبيقول إن هو بيسرق من المثليين في ويتشيتا. روبرت خدر لاري وابتدى إن هو يمارس عليه التعذيب اللي كان هدفه إنه يخضع بيه ضحاياه، زي إن هو ربطه وصعقه بالكهرباء وحقن في بقه منظف مجاري. كمان كسر إيد لاري بعصاية معدنية. بعد حوالي 6 أسابيع من الاغتصاب والتعذيب لاري انفجر في لحظة، وفي خلال ممارسة الجنس مع لاري عض جامد على القضيب بتاع روبرت خلال فعل الجنس الفموي والقصري. بعدها روبرت اتجنن وضربه وخنقه لحد ما مات. في 29 مارس 1988 روبرت اختطف آخر ضحية ليه، شاب عنده 22 سنة اسمه كريستوفر بيرسون، اللي كان جاي يطلب منه فلوس مقابل ممارسة الجنس معاه. لما وصل كريستوفر لبيت روبرت ضربه بعصاية معدنية وربطه، وتعرض لنفس التعذيب والإساءة اللي حصلت لكل ضحايا روبرت قبل كده. بس كريستوفر كان أذكى وعرف إن هو يكسب ثقة روبرت، قدر يقنعه إن هو يربط إيديه من قدام بدل ما يكون مربوط في السرير. ولكن في مرة روبرت نسي علبة كبريت في الغرفة، كريستوفر مسك علبة الكبريت وحرق الحبال اللي كان مربوط بيها، ونجح إن هو يهرب من الشباك بطريقة درامية. وده كان نفس الشاب اللي كان نط من البلكونة من الدور الثاني.
بعد ما الشرطة اتجمعت كل الأدلة واستجوبت روبرت، الشرطة قبضت عليه بسرعة ووجهت ليه تهم قتل 6 شباب. روبرت قبل بصفقة إن هو يتحكم عليه بالسجن مدى الحياة علشان يتفادى حكم الإعدام، مقابل إنه يحكي كل الجرائم بتاعته بالتفصيل، وده حصل بالفعل. ولكن في السجن في ولاية ميزوري روبرت توفى بأزمة قلبية، وده كان في تاريخ 8 أكتوبر 1998. كان عمر روبرت برديلا وقتها 43 سنة، ودي كانت نهاية جزار كانساس سيتي اللي كان من أكتر القتلة المتسلسلين الرعب في التاريخ الحديث. وبكده تكون انتهت رحلة الرعب اللي كان بيعيشها ضحايا روبرت برديلا، رحلة كلها ألم وتعذيب وصمت. في 6 شباب ماتوا بطرق بشعة، ومحدش فيهم كان متخيل إن آخر يوم في حياته هيكون جوه بيت راجل شكله طبيعي ولكن قلبه ميت. برديلا اتحبس واتحكم عليه بالمؤبد، ولكن ولا محاكمة ولا سجن كان ممكن يعوض اللي حصل. الناس للأسف نسيت أسماء الضحايا ولكن افتكرت اسم السفاح، وده ممكن يكون أبشع شيء في القصة كلها. في الآخر روبرت برديلا مات جوه الزنزانة بتاعته بدون ندم ومن غير ما يطلب السماح. واحنا مش بس حكينا عن جرايمه، احنا فتحنا باب الألم اللي هو حاول يقفله وسكت عنه الكل. دي كانت قصة جزار كانساس سيتي، الوحش اللي كان عايش بين الناس ومحدش عارف حقيقته. انت كنت دلوقتي بتتفرج على كريمنال بالعربي، البرنامج اللي بيجيب أبشع القصص عن قضايا مقفولة وقليل اللي اتكلم عنها. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وروح شوف الحلقات اللي فاتت واستنانا في الحلقات اللي جاية. شكرا لكم.